في ليلة واحدة في بني سويف، قاعة مفروض تكون مليانة نور ومسرح وتصفيق، اتحولت لمكان الناس معرفتش تنسى صمته لحد النهاردة. والأغرب إن علامات الخطر كانت موجودة من بدري جدا، بس محدش وقف عندها. أنا هحكي لكم عن ليلة شكلها كان عادي جدا في الأول، ليلة عرض مسرحي، ناس جاية تتفرج، فنانين واقفين ورا الستار، وأضواء بسيطة عاملة جو فيه حماس وتوتر في نفس الوقت. المكان كان قصر ثقافة بني سويف، قاعة مفروض تكون رمز للفن، رمز للناس اللي بتحب المسرح والكلمة والصوت. لكن من أول ما دخلت كان في إحساس غريب، مش خوف، لأ، أقرب لقلق ساكت. الهوا كان تقيل شوية، الناس متجمعة أكتر من اللازم، والحركة جوه المكان مش مريحة. في ناس بتسأل هو ده المخرج فين؟ وغيرهم بيرد ما تقلقش، كله تمام. لكن كلمة تمام دي كانت آخر حاجة ينفع تتقال هناك. في تفاصيل صغيرة كانت مقلقة من قبل العرض، ديكور قريب من مصادر إضاءة، ممرات مش واسعة كفاية، وأحاديث كتير عن إن المكان محتاج استعداد أحسن. بس الليلة كانت ماشية، والناس قالت العرض لازم يبدأ. الستارة اتحركت والناس سكتت. في البداية كل حاجة كانت ماشية بشكل طبيعي، أداء على المسرح وإيقاع هادي وعيون الجمهور مركزة مع كل حركة. وبعدين حصل اللي ما كانش حد متوقعه. تفصيلة صغيرة جدا في الديكور بدأت تغير كل حاجة. شرارة بسيطة، حاجة شكلها عابر، لكنها لمست جزء من المشهد، ومع ثانية واحدة بس الجو اتبدل. ما كانش فيه وقت نفهم ولا وقت نسأل. الناس شافت حاجة غريبة، بعضهم افتكرها جزء من العرض، وبعضهم حس إن في حاجة مش طبيعية. وفي لحظة الصمت اتكسر. صوت ارتباك، خطوات سريعة، نداءات متقطعة، وشوش بتسأل في بعض ايه اللي حصل؟ فين المخرج؟ حد يطفي الإضاءة. لكن المشكلة لما الخوف يدخل مكان زحمة بيبقى أسرع من أي صوت وأسرع من أي قرار. الناس بدأت تتحرك ناحية الباب، لكن الباب ما كانش كفاية، والممرات ما كانتش مهيئة. وفي إحساس مرعب بدأ يسيطر على الكل، إن المكان اللي كان المفروض يطلع منه الجمهور بأمان بقى بيحبسه في دوامة واحدة من الارتباك. وفي وسط كل ده كان في ناس بتجري ورا الكواليس، ناس بتحاول تفهم، وناس بتنده على بعض بالأسماء، وناس تانية واقفة مش عارفة تبدأ منين. المشهد كله بقى زي كابوس بطيء، مش كابوس صاخب، لأ، كابوس فيه لخبطة وصوت معدني وخطوات بتدوس فوق بعض، وكأن المكان فجأة نسي وظيفته. أخطر لحظة في الليلة دي ما كانتش في اللي حصل أول ما الشرارة ظهرت، الأخطر كان في الثواني اللي بعدها. لأن في الثواني دي اتكشف كل شيء. اتكشف إن المكان مش متجهز بالشكل الكافي. اتكشف إن الاعتماد على نعديها كان أكبر من الاعتماد على السلامة. واتكشف إن التحذيرات اللي اتقالت قبل كده ما خدتش حقها من الاهتمام. وفي اللحظة اللي كان المفروض فيها كل باب يبقى حل، لقيت الحلول قليلة، وبعضها متأخر، وبعضها أصلاً ما كانش موجود. الناس اللي كانت جوه منهم اللي حاول يهدي غيره، ومنهم اللي رجع خطوتين لورا وهو مش فاهم يروح فين، ومنهم اللي فضل ينادي على أسماء قريبة منه كأنه بيحاول يثبت إن اللي بيحصل مش حقيقي.
لكن الحقيقة كانت أقسى من أي توقع. القاعة اللي اتبنت عشان تعرض فن كشفت في دقايق عن أخطاء كانت متخبية سنين. مش بس خطأ واحد، لأ، سلسلة أخطاء: إهمال، تأجيل، ثقة زيادة، وصوت الناس اللي كانت بتحذر ضاع وسط الزحمة. اللي شافوا الناس في الليلة دي ما كانش مجرد حادثة عابرة، كان درس قاسي جدا. درس اتدفع فيه تمن كبير. ويمكن عشان كده كل مرة يجي اسم قصر ثقافة بني سويف، الناس ما بتفتكرش بس العرض، بتفتكر اللحظة اللي المسرح سكت فيها. بعد الليلة دي الكل بدأ يسأل: مين كان يعرف إن المكان محتاج استعداد أكتر؟ مين نبه ومين تجاهل؟ الأسئلة فضلت معلقة، والإجابات حتى لو اتقالت ما رجعتش اللي حصل ولا مسحت أثر الليلة من ذاكرة الناس. لكن في سؤال أخطر من كل ده، سؤال فضل يطارد كل اللي حضروه. لو كان باب واحد اتفتح بدري، كان ممكن الليلة دي تنتهي بشكل تاني. لسه السؤال ده موجود، ولسه صدى الليلة دي مسكتش.